عسلامة، مرحبا بكم في القناة. من يعجبكم فيديو اليوم. وصفة اليوم هي وصفة كيكة تمر بدقيق الشوفان، وصفة بدون سكر بدون دقيق، وصفة لذيذة وصحية جدا تناسب أصحاب الرجيم وأصحاب النمط الصحي. أتمنى تعجبكم الوصفة، وكان عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب وتبارطاجوا الفيديو مع أصحابكم الكل. وننطلق الآن طريقة التحضير. أول خطوة نقوم بنقع كأس من التمر في كأس من الحليب لمدة نصف ساعة. هذا هو التمر. الآن بعد مرور نصف ساعة أقوم بخلطه في الخلاط. هذا هو القوام المطلوب، نتركه الآن على جنب وننطلق الخطوة الثانية. نحتاج إلى بيضتين. كل المكونات تجدونها في صندوق الوصف بالجرام والكأس. أضيف على البيض ما يقارب ملعقة طعام من الفانيليا السائلة، ونخفق البيض جيدا. نضيف أيضا رشة من الملح. الآن بعدما خفقنا البيض جيدا نضيف خليط التمر والحليب. نخفق كل المكونات جيدا حتى نتحصل على خليط متجانس. رائحة التمر لذيذة جدا. نضيف نصف كأس من زيت أو الزبدة، إضافة زيت جوز الهند نصف كأس. ونصف ملعقة من القرفة حسب الرغبة. هذا كوب من الشوفان، سوف أقوم بطحنه حتى يكون لدينا دقيق، ثم أضيفه إلى الخليط السائل. هذا هو الشوفان بعد ما قمت بطحنه في طحانة القهوة. أضيف الخليط السائل مع ظرف من البيكنج باودر وزنه 10 جرام. إذا كان الشوفان غير متوفر لديكم يستحسن استعمال دقيق القمح الصلب. هذا هو قوام الكيك. هذا القالب الذي سأضعه فيه. قم بوضع الخليط كله في القالب. يكون القالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق. هذه هي الكيكة. الآن أقوم تزيينها بالقليل من التمر المقطع مكعبات صغيرة، تزيين حسب الرغبة، والقليل من اللوز المجروش يعني أو المهروش. هذا هو شكل اللوز أو أي مكسرات تريدونها. الآن الكيكة جاهزة، ندخلها الفرن على حرارة 180 لمدة 20 دقيقة. هذه هي كيكة التمر دقيق الشوفان، وصفة رائعة ولذيذة جدا، أتمنى تعجبكم. هذا هو شكل الكيكة من الداخل، هشة ورطبة.